بتبدأ حكايتنا مع إين واللي بيكون بيقرر إن هو ينتحر وبيقول إن حياته ملهاش أي لازمة وبيقول إن هو زي القمامة إن هو ملوش أي لازمة إن هو اتولد في الطبقة الفقيرة. المهم إن بعد كده بنشوف إن هو بيرمي نفسه من فوق وبعد كده بيغمض عينه وبيقول هو الوقت دوت اللي أقدر أتخلص بيه من حياتي وبيقول أنا عشت قمامة وهموت قمامة. وعلشان نعرف إيه اللي وصله للحالة ديت هنرجع كام ساعة من دلوقتي ونشوف إين مع اتنين من المغامرين في واحدة من الدماس والدماس دوت بيكون عامل زي المتاهة وبيكون مليان وحوش على الآخر. وطبعا الفرسان بيدخلوا عشان يقضوا على الوحوش ديت وبياخدوا فلوس بسبب اللي هم بيعملوه دوت. وبنعرف ان إين بيكون مساعد للفرسان دول وبنعرف ان واحد فيهم بيكون اسمه جود والتانية اسمها جولين وبنشوف انهم بيعاملوه بكل احتقار وتكبر وبنعرف انهم بيعاملوه كده علشان هو بيكون من الطبقة الفقيرة. وبعد كده بنعرف ان كل طفل بيتولد بيكون عنده قوة مميزة خاصة بيه وطبقات القوة بيكونوا متقسمين على 3 طبقات. والطبقة الذهبية هي طبقة الملوك والحكام والطبقة الفضية دول للناس المميزة واصحاب يعني الرتبة العالية. واما الطبقة الفرنسية فدي للناس يعني اللي على قدها كده عامة الشعب يعني. وطبعا عامة الشعب بيكون عندهم مهارة التقييم ودي طبعا بتكون اقل مهارة موجودة في العالم كله. وبنعرف ان إين فقد عيلته من هو صغير علشان كده ما عرفش يعيش حياة سعيدة وده خلاه ان هو يضطر ان هو يشتغل بنفسه وسبب ان هو ما كانش عنده مهارة غير مهارة التقييم فما كانش لاقي اي حد يقبله لحد طبعا ما بيقابل زويد وبيوافق ان هو يشغله معاه وطبعا بيعامله معاملة وحشة جدا. وبعد كده بنرجع لإين واللي بيكون مطلوب منه ان هو يقيم وحش من اللي هم قتلوه وكمان بيكون مطلوب منه ان هو ياخد منه اقوى جزء منه علشان يقدموه للنقابه وياخدوا الفلوس المكسب يعني اللي هم كسبوه. وطبعا هو بيكون متضايق جدا وحاسس بالاهانه بسبب المعامله بتاعتهم. وبعد كده بيعرف ان الاسنان الوحشيه اقوى جزء فيه وطبعا هو مش بيعرف يطلعهم فبيطلب منهم المساعده لكنهم بيرفضوا ويبداوا انهم يتخانقوا معاه. وبعد كده بيقول له ان دوت شغل جامعين القمامه وبعد كده بيضربوه. المهم ان بعد كده جولين بتتكلم وبتقول ان هم غلطوا لما اختاروه ان هو ينضم لفريقهم وبتقول ان هو بيكون جامع قمامه يعني ملوش اي لازمه. وبعد كده بيقرروا ان هم يطردوه من الفريق وطبعا هو اول ما بيسمع الكلام دوت بيخاف وبعد كده بيرجع ان هو ما عندوش اي شغل تاني وبيبدا ان هو يعتذر لهم. المهم ان هو بعد كده بيحاول ان هو يكسر السن رغم قوته في النهايه ان هو يقدر ان هو يكسره. وبعد كده هم بيبداوا انهم يتنمروا عليه وهو بيبدا ان هو يقتنع ان هو ملوش اي 60 لازمه. وبعد كده بيسكت على اهانتهم ديت علشان هو مش بيكون عنده اي حل تاني. المهم ان بعد كده بيكملوا طريقهم وبيشوفوا واحده من الممرات وحش بيكون مقتول ومرمي على الارض وبعد كده بيطلبوا من ان هو يقيم الوحش دوت وهو بيقول لهم ان الوحش دوت بيكون خطير جدا وبيقول ان الغريب ان مش فارس هو اللي قتله ان لو فارس هو اللي قتله كان اخذ الغنيمه منه. وطبعا كلام مش بيعجبهم فبيمسكوه يضربوه علشان يشتغل من غير اي كلام. المهم ان بعد كده بيبدا ان هو يقيم الوحش علشان ياخد الغنيمه وبعد كده بيشوفوا وحش تاني بيكون مرمي بنفس الطريقه. وهنا طبعا بيكتشف ان بيكون في حاجه غلط في المكان وبيقول لهم ان المكان دوت بيكون فيه حاجه غلط لان طبعا الخريطه اللي معاهم مش بيكون باين فيها من الممرات دي. وبيقول لهم ان اللي قتل الوحوش ديت وحوش بتكون اقوى منهم ولكنهم طبعا مش بيصدقوه وبيقولوا له لو انت خايف ارجع وما تكملش معانا الرحله. وبيقولوا له كده انت هتكون مطرود وهتكمل الدماس لوحدك وهتطرد يعني من الفريق. وبيقولوا له بعد كده هتضطر انك تشوف مين هيشغلك معاه. هو بيفتكر ان مش اي حد عاوز يشغله معاه وطبعا هو بيكون اتعذب علشان يلاقي الشغل دوت وبعد ما يصل الشغل ده محدش هيقدر يشغله معاه. وبعد كده بيكمل الطريق معاهم وهو بيكون مجبر وبيكون خايف من المستقبل المجهول. وكلام طبعا بيكون صحيح وبيتفاجئوا ان هم بيشوفوا قطيع من الوحوش بيكون موجود قدامهم وبيبان انهم بيكونوا جعانين جدا علشان كده بيكونوا قتلوا الوحوش التانية. وبعد كده الفريق دوت بيكتشف ان هم بقى وقعوا في مشكله كبيره جدا وفي الوقت دوت كان لازم انهم يتصرفوا. وزي طبعا بيبص بصه وحشه لبطلنا وبيكون لازم ان هو يتصرف بسرعه وبيقرروا انهم يستخدموا قوه الشلل على علشان يخلوه يعطل الوحوش شويه على بال ما هم يهربوا. طبعا بيبدا ان هو يتحلهم علشان يسووه لكنهم طبعا بيرفضوا وعلى طول بيستخدموا عليه قوه الشلل وبيرموا له الوحوش وهو طبعا بيكون مصدوم من اللي حصل دوت وهم طبعا بيسووه بيجروا على طول من غير اي احساس بالذنب. وفي الوقت دوت الوحوش بتبدا تهجم على وبتبدا انها تجرحه وتعوره يعني والالم اللي بيكون بيحس بيه بيساعده ان هو يفك التعويذه. وبعد كده بيبدا ان هو يحاول ان هو يهرب. والصدمه الثانيه انهم بيكونوا قفلوا المخرج اللي هو ممكن يهرب منه وساعتها طبعا مش بيلاقي اي حل تاني غير ان هو يرمي نفسه من فوق المنحدر وبيقول ان دوت بيكون اهون ليه احسن من الوحوش تاكله. وهنا بنرجع لاول حكايتنا وطبعا هو بيقول ان حياته طبعا ملهاش لازمه زي ما شفنا في الاول كده ويبدا ان هو يقرر ان هو ينتحر. ولكن بعد ما بيقع من الارتفاع دوت مش بيموت ويتفاجئ ان هو بينتقل قدام جنيه جميله. وطبعا هي اول ما بتشوف حالته ديت وبتشوف اصاباته بتقرر انها تعالجه وبعد شويه بيفوق وبيتفاجئ ان هو بيكون لسه عايش. وبعد كده بيبدا ان هو يتفاجئ من المكان اللي هو فيه دلوقتي وبيتفاجئ ان هو جنب شجره الحياه. وبنعرف ان الشجره ديت كانت موجوده على الارض وكانت بتمد كل الصحراء بقوه المنع اللي هم بيكونوا محتاجينها. وفي يوم ان الشجره ديت اتدبلت وبداوا انهم يدوروا على غيرها لكن مش بيلاقوا على سطح الارض خالص. وهنا بيكتشف ان الدماس دوت بيكون فيه شجره من اشجار العالم وبعد كده بيتاكد ان قوه الشجره ديت هي اللي انقذته وبعد كده بيشكرها وبيقرر ان
هو يخرج من المكان دوت. المهم ان بعد كده بنشوف ان هو قرر ان هو يخرج، وبعد كده بيمسك حجر علشان يقدر ان هو يدافع عن نفسه. ولكن طبعا اللي ما كانش يعرفوا ان الوحوش الموجوده في المكان دوت بتكون قويه جدا، وطبعا ده بيبان لما الوحش بيظهر وبيقطع له واحده من ودنه، وبنشوف ان هو كمان بيقطع له صوابع ايده، وطبعا من شده الالم بيترمي على الارض. المهم ان بعد كده من شده الالم اللي هو فيه ما يكونش مستحمل، وبعد كده بيشوف دوب وبيقتل الوحش اللي هو كان بيهجم عليه. وبعد كده بنشوف الوحش دوت وهو بيكون بيهجم على وبيخليه يخسر واحده من عينيه. وطبعا بعد الضربه ديت بيبدا يحس ان هو خلاص هيموت، وفي اللحظات الاخيره بيظهر شخص كده وبينقذ وبنعرف ان ديت بتكون ساحره، وبتقول انها ما كانتش متخيله انها في يوم هتنقذ بشري، وبتقول له انا ما كنتش عاوز اعمل كده، لكن بنتي هي اللي ترجتني علشان انا اعمل كده. وطبعا كانت اخر حاجه يسمعها هو الكلام دوت قبل ما يفقد الوعي. المهم ان بعد كده بيفوق وبيتفاجئ ان هو بيكون عند شجره العالم، وبيتفاجئ ان كل جراحه شفيت تماما حتى عينه رجعت تاني. وبعد كده بيتفاجئ ان هو بيشوف بنت جميله جدا ومش بيكون مصدق نفسه من اللي هو شايفه دوت. المهم ان بعد كده بتظهر الجنيه اللي هي بتكون انقذته، وبتقول له ان بنتها صنعت الشاي دوت عشانه، وبعد كده بتقول له انت لازم تشربه غصب عنك، وبعد كده بتاخده وبتشربه له غصب عنه. وبعد كده هو بيسالهم هو انتوا اللي انقذتوني من الموت؟ وبعد كده الساحره بترد عليه وتقول له ان ليلى يوري هي اللي طلبت منها انها تساعده، ما كانتش هتساعده خالص، وبتقول له انها ما كانتش عاوزه انها تساعده. وبعد كده هو بيسالها وبيقول لها ان يوري بتكون بنتك، وبعد كده هي بترد عليه وتقول له انها تعتبر بنتها، وهي بتكون حارسه شجره العالم، وبتقول له انها عايشه مع يوري من ساعه ما زرعت جذورها في المكان دوت. وبتقول له طبعا علشان انت مش هتقدر تفهم الكلام دوت، فبتقول له ان يوري هي بتكون شجره العالم، وبتقول له ان يوري مش بشريه وهي بتكون روح جنيه. وهو بعد كده بيسالها هي ليه بتكون انقذته هو بالذات، وبتقول له علشان انت الوحيد اللي شكرتها بعد ما انقذتك اول مره. وبتقول له ان مفيش بشر كتير يعرفوا المكان دوت، وبتقول له ان لما بشر بيقع هنا يوري بتنقذه على طول. وبتقول له ان كلهم بيكونوا عاوزين ياخدوا اغصانها وبيكسروا فيها من غير اي رحمه، وبتقول له انت الوحيد اللي انقذتها من غير حتى ما تفكر انك تاذيها. وبتقول له علشان كده يوري حست انك انسان كويس ولازم انها تساعدك. وبتقول له مش بس كده، هي كمان كسرت جذع منها علشان تصنع لك عين بدل اللي راحت ديت. وساعتها بيلاحظ ان هو بيكون عنده عين مختلفه عن التانية، وغير كده بيلاحظ ان ودنه وصابعه رجعوا من غير اي اصابات، وبيعرف منهم ان دوت بسبب قطرات من شجره العالم لانها طبعا بتشفي الجروح. وبعد كده بيشكر يوري علشان هي بتكون انقذته مرتين. وبعد كده الست اللي معاه بتكون اسمها ارسولا بتتكلم وبتقول له احنا عملنا اللي علينا ودلوقتي انت لازم انك تخرج من المكان دوت. ويوري طبعا اول ما بتسمع الكلام دوت بتقول لارسولا ان هو مش هيقدر ان هو يخرج من المكان دوت، وبتقول لها ان هو لو خرج دلوقتي هيموت على ايد الوحوش، وبتقول لها ارجوك ساعديه دلوقتي. وطبعا عشان يوري بتكون زعلانه فهي طبعا مش بتقدر انها ترفض الطلب دوت. المهم ان الساحره بعد كده بتقرر انها تدرب علشان يكون قوي ويقدر ان هو يخرج من المكان. المهم ان بعد كده بتقول له استعد علشان انا هدربك بنفسي وهخليك واحد من اقوى الفرسان. طبعا بيتصدم من الكلام دوت وبيكون فرحان جدا ان في حد بيهتم بيه وبيعامله المعامله دي، وبيبدا ان هو يشكرهم. وبعد كده ارسولا بتبدا انها تدرب وبعد كده بتاخده وبيروح للممر وبتقول له ان هو يستكشف الممر دوت وبيشوف ايه الموجود جواه، بيعرفها ان الممر دوت بيكون مظلم ومش بيكون جواه اي حاجه. وبعد كده هي بتبدا تعرفه ان هو بيكون عنده عين سحريه ويقدر ان هو يستخدمها في حاجات كتير، وتقول له ان هو يقدر ان هو يستخدم عينه. وبعد ما بيستخدمها بيتفاجئ ان المكان كله حواليه بيكون نور. المهم ان بعد كده بيشوف وحش والحزن الحظ بيكون نام، لكن ارسولا بتصحي الوحش دوت وتقول لي انت مهمتك دلوقتي انك تتفادى كل هجمات الوحش دوت. وطبعا بيترعب لان هو طبعا من المستحيل ان هو يقدر ان هو ينفذ المهمه دي. وبعد كده بتقول له ان هو يستخدم عينه السحريه علشان يقيم الوحش، لكنه طبعا مش بيلحق علشان الوحش بيطير ودنه الثانيه، وطبعا مش بيستحمل وبيغمى عليه. وبعد كده ارسولا بتعالجه من قطرات الميه اللي اخدتها من شجره العالم. المهم ان بعد كده بيقوم وهو بكامل نشاطه ولا اكن اي حاجه حصلت. المهم ان بعد كده بيقدر ان هو يقيم الوحش وبيعرف ان هو من المستوى وطبعا المستوى ده بيكون اعلى مستويات الوحوش. وهنا طبعا بيعرف ان المهمه بتكون صعبه جدا، وبعد ما عفره بيقدر ان هو يتفادى هجمه من هجمات الوحش، وبيفكر كده ان هو بيكون فاز، لكن ارسولا بتصدمه وتقول له ان ديت بتكون مجرد البدايه وبس. المهم ان الوحش بيهجم عليه وبيصيبه مره ثانيه، وطبعا التمرين دوت بيستمر لكام يوم تانيين، وطبعا بيتصاب اصابات خطيره جدا، وارسولا طبعا بترجع انها تعالجه مره ثانيه. المهم في النهايه ارسولا بتنصحه ان هو يستخدم القوه الكامله لعينه السحريه، لان طبعا قوتها هتساعده جدا، لان هو لازم ان هو يستخدم قوتها كلها. المهم ان بعد كده بتطلع له سيف من الخشب ويكون مصنوع من شجره العالم، وتقول ان يوري هي اللي كسرت الجذع دوت علشان تساعده. طبعا اول ما بيسمع الكلام دوت بيكون متشجع جدا وبيقرر ان هو يواجهها بكل قوته. وطبعا بعد كده بيستخدم قوه عينه وبيتفاجئ ان هو نجح المره ديت والطريقه نفعت معاه، وبيلاحظ ان هو بيشوف الوحش بيكون بطيء بطريقه غريبه، وبيقدر ان هو في النهايه يهزم الوحش دوت. وطبعا هو بيكون متفاجئ ان هو هزمه بضربه واحده، وبيكون مفكر ان هو كده بيكون خلص، لكن بيتفاجئ ان بيكون في عشرات من الوحوش بيكونوا مستنيين، والمطلوب منه طبعا ان هو يخلص عليهم كلهم، لكن الموضوع بالنسبه له كان سهل جدا. وطبعا علشان
علشان هو قدر ان هو يستخدم قوته، فبالنسبه له في دقايق قدر ان هو يخلص عليهم كلهم. وبعد كده اورسولا بتقول له ان دلوقتي جه وقت ان هو يكتسب المهاره الثانيه، وتقول له انك تاخد مهاره الوحش اللي قدامك دوت، وهي انك تستخدم قوه عينك السحريه. وبعد كده هو بيبدا ان هو يستخدم قوه عينه، وبيتفاجئ ان هو بينجح ان هو ياخد قوه الوحش اللي قدامه. واول ما بيكتسبها بيحس بألم وصداع شديد جدا في دماغه، وطبعا بيبدا ان هو يحس ان هو بقى اقوى جدا، وبيبدا ان هو يجري بكل قوته لحد ما جسمه بيتصاب. المهم ان بعد كده اورسولا بتبدا انها تعالجه، وبتقول له ان جسمك لسه متعودش على القوه دي، وبتقول له انت لازم تتدرب علشان جسمك يكون اقوى ويقدر ان هو يستحمل القوه دي. وطبعا هو بيبدا ان هو يجري علشان يتدرب، وكل ما بيتصاب هي بتبدا انها تعالجه، وطبعا هو بيفضل ان هو يتدرب لحد ما جسمه يتعود على القوه دي. وبعد كده بيجي ميعاد الدرس الثالث، وان هي اورسولا تعلمه ازاي يستخدم السحر، وبتسمح له ان هو ياخد سر من اسرار سحرها، وده لما بتعلمه ازاي يصنع كرات ناريه سحريه، وبتبدا تخليه يتعلم المهاره ديت لمده 15 يوم كاملين لحد ما بيتعلمها. وساعتها بتحس ان يين بقى جاهز ان هو يواجه الوحش التاني، والوحش دوت طبعا بيكون الدب، واللي بيكون اقوى من الوحش الاولاني. المهم ان تاني يوم بتاخده لمكان الدب، وبتلاحظ ان يين بيكون خايف ومتوتر جدا، وهي طبعا اول ما بتلاحظ دوت بتبدا انها تشجعه وتقول له انك ما بقتش يين الضعيف، وانك اكتسبت قوه كبيره جدا. وطبعا الكلام دوت بيشجعه جدا، خصوصا انها اول مره تعترف فيه، وبتبدا انها تشجعه. وبعد كده بيدخل لبيت الدب وبكل شجاعته، وبيبدا ان هو يفتكر ذكرياته وازاي زويد كان بيعامله معامله وحشه جدا. وطبعا هو لما بيفتكر الذكريات دي كلها بيكون متعصب جدا، وبيبدا ان هو يستخدمها على قوه النار، ويبدا ان هو يهجم على الوحش. وفي البدايه طبعا الدب مش بيكون متاثر، وين اول ما بيشوف الكلام دوت بيكون قلقان جدا، لكنه بيتشجع ويبدا ان هو يهجم بكل قوته. وبعد كده بيشوف الدب وهو بيكون واقع على الارض وميت، وين طبعا بيكون فرحان جدا، ويقول ان اين الضعيف خلاص ما بقاش ليه وجود، وان هو طبعا بقى قوي جدا. المهم ان بعد كده بيستخدم قوه عينه السحريه علشان يسحب قوه الدب، وطبعا اول ما بتتنقله بيكون حاسس بألم جديد بسبب قوه الدب الكبيره. وبعد كده اورسولا بتقول له انها خلصت مهمتها معاه، ودلوقتي المهمه الجايه بتكون بتاعته هو، وبتقول له ان هو لازم يخلص الدماس دوت لوحده. وبعد كده بيروح لروريا علشان يعرفها بنتيجه تدريباته، وبعد كده بتديله حجر هديه. واورسولا طبعا بتكون متضايقه جدا بسبب اهتمام يوري الزايد بيه، وهي طبعا بتكون متضايقه بعد الهديه ديت ان الحجر دوت بيكون غالي جدا، وان طبعا قوه الحجر دوت بتكون مميزه جدا وقويه جدا. المهم انها بعد كده بتدمج الحجر السحري دوت مع عينه، وهو بعد كده بيروح لروليا علشان يشكرها لكن مش بيلاقيها، ولما بينده عليها بيتفاجئ انها خرجت من عينه السحريه، وهو طبعا مش بيكون فاهم اي حاجه، وهي بعد كده تفهمه ان بسبب الحجر دوت فهي هتقدر انها تكون معاه في اي مكان هو يروحه. وبعد كده اورسولا بتقول له ان من ساعه ما يوري جت للمكان دوت وانها مش بيكون عندها حد غيرها هي، وبتقول له انها من سنين ما كانتش واثقه من حد، اول واحد تيجي وهي تثق فيه، وتقول له لكنني بكون واثقه فيك انك بتكون شخص كويس، وتقول له انها تكون مطمنه عليها طول ما هي بتكون معاه. وبعد كده بتقول له انا كمان هديك هديه، وبعد كده بتبدا ترسم وشم غريب على ايده، وبتقول له ان الوشم دوت بيكون عباره عن جيب سحري يقدر ان هو يخبي فيه اي حاجه بيكون هو عاوز يخبيها. المهم انها بعد كده بتطلع له سيف غريب، وبتقول له ان هو هتديله، لكن قبل ما تديله بتطعنه بيه في عينه، وهو طبعا بيكون بيتألم جدا. المهم انها بعد كده بتبدل عينه القديمه بعين جديده بيكون من حجر الفلاسفه، وبتقول له ان الحجر دوت بيكون خاص بيا انا، وان انا كده اقدر اراقبك في اي مكان، وبتقول له بكده اقدر ان انا اساعدك في اي مكان. وبعد كده هو بيسال يوري ايه هي امنيتها بعد ما تخرج من المكان دوت، وبتقول له انها نفسها انها تقابل اخواتها اللي اتفرقوا عنها من زمان، انها نفسها انها تقابلهم، وين طبعا بيوعدها ان هو يساعدها انها تقابل اخواتها مره تانية. وبعد كده بنشوف ان هو بدا رحلته ان هو يخرج من الدماس، واوريولا طبعا بتكون معاه، واورسولا طبعا بتراقبه من حجر الفلاسفه اللي بيكون معاه، وطبعا هو مش بيكون عارف الممرات، فاورسولا بتبدا انها تساعده وترسم له طريق الممرات اللي هو يخرج منها، ولكنها طبعا بعد كده بتحذره وتقول له ان في تعبان ضخم هيهاجمه دلوقتي، وبالفعل التعبان دوت بيبدا ان هو يظهر. المهم ان هو بعد كده بيستخدم السيف، وفي ظرف لحظات بيكون خلص على الوحش دوت. المهم انه بعد كده بيسحب قوه الوحش دوت، وبيستنى ان هو يحس بالالم لكن مش بيحس باي حاجه، وطبعا هو بيكون مستغرب جدا لحد ما بتظهر يولو وبتقول له انها عالجته قبل ما يحس باي حاجه، وعلشان كده طبعا ايه بيشكرها على المساعده دي. المهم ان هو بعد كده بيكمل طريقه، ومن الوقت التاني بيقابل شويه وحوش وبيقدر ان هو يخلص عليهم وبياخد قوتهم كلها، لحد ما طبعا بيوصل لبوابه حارس الدماس، واورسولا بتقول له ان الحارس دوت بيكون اقوى وحش في الدماس، وبتقول له ان هو بيكون قوي جدا ومن الصعب ان هو يتهزم، وكمان بيكون معاه حجر المتاهه، والحجر دوت بيكون فيه قوه كبيره جدا علشان هو كده بيكون بيحميه، وبتقول له انك لو قدرت انك توصل للحجر دوت وتاخد القوه بتاعته فانت هتكون قوي جدا. وطبعا ايم اول ما بيسمع الكلام دوت بيكون خايف جدا، لكن يوري طبعا بتظهر وبتبدا انها تطمنه، وبتقول له انهم بيكونوا معاه وهيقدروا انهم يساعدوه، هو طبعا بيتحمس بعد الكلام دوت، وبيبدا ان هو يفتكر فرق القوه اللي كان فيها الاول قبل ما يقابلهم وبعد ما قابلهم، وبيعرف ان هو دلوقتي بقى اقوى وان هو يقدر ان
هو يهزم حارس المتاهه دي. المهم ان هو بعد كده بيقرر ان هو يدخل، والمهم ان هو بعد ما بيدخل بيتفاجئ ان بيكون في دايره استدعاء بتكون في نص المتاهه. المهم ان بعد كده حارس المتاهه بيخرج من الدايره ديت، واين طبعا بيتفاجئ ان هو كان ضخم اكتر ما هو توقع، وبعد كده بيطلب من يوري انها تدخل عينه السحريه علشان ما تتاذاش. المهم ان بعد كده بيعزز جسمه وبيبدا ان هو يواجه الوحش، وكل طبعا ما بيبدا ان هو يتاذى فيوري بتظهر وبتبدا انها تعالجه. المهم ان بعد كده بنشوف ان هو بيبدا ان هو يستخدم المهاره اللي هو كسبها من التعبان، واللي طبعا كان عباره عن سمو مذيب بيدمر جزء من الحارس دوت. والحارس طبعا بيتعصب ويبدا ان هو يهجم على اين بكل قوته وبيدمر اغلبيه المكان اللي حواليهم، وين طبعا بيستخبى والوحش طبعا مش بيقدر ان هو يوصل له، وين بيكون عارف ان هو مش هيقدر ان هو يصمد قدامه لفتره طويله، وطبعا بيكون لازم يتصرف لحد ما بتتكلم معاه ارسولا وتقول له انت فاكر التعويذه اللي علمتها لك وقلت لك انك ما تستخدمهاش غير في الوقت المناسب؟ طيب وبما انك وصلت لحد هنا ما تنساش تصلي على النبي عليه افضل الصلاه والسلام، وتشترك في القناه وتفعل زر الجرس، ولو عاوزني اكمل في الحكايه ديت اكتب لي في الكومنتات، ويلا سلام.